أهلا بكم في هذا الخبر العاجل، وأبرز عنوانه إجلاء سفينة إفريقية بشاطئ مانيسمان شمال المحمدية. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية لا تنسوا الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إليكم التفاصيل. تمكنت عناصر الوقاية المدنية مرفوقة برجال الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية وبتنسيق مع عناصر البحرية الملكية عصر اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 من إجلاء سفينة إفريقية وإنقاذ ركابها، وذلك على مستوى شاطئ مانيسمان شمال مدينة المحمدية. وحسب ما أفاد به مصدر موثوق فإن السفينة الإفريقية القادمة من دولة ليبيريا كانت متجهة إلى ميناء الدار البيضاء، لكن عطلا أصاب محركاتها ثم انطفأت فقادتها الأمواج إلى شاطئ مانيسمان. وأضاف المصدر ذاته في تصريح هاتفي لجريدة موثوقة أن السفينة المختصة في نقل المواد الكيميائية كان على متنها طاقم يتكون من 12 فردا ينحدرون من جنوب الصحراء. 2 تم إجلاؤهم بواسطة طائرة مروحية هليكوبتر، و7 أنقذهم رجال الوقاية المدنية، فيما بقي 3 أفراد على متن السفينة بغرض حراستها. وفي سياق ذي صلة كانت وزارة التجهيز والماء قد أفادت بأن أمواجا عاتية قادمة من الاتجاه الشمالي الغربي ستهم اعتبارا من هذا الأسبوع السواحل الأطلسية بين رأس باراطيل بطنجة وطرفاية من علو يتراوح بين 4 أمتار و6 أمتار فاصلة 5. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه من المتوقع أن تكون الارتفاعات أكثر خطورة على السواحل الأطلسية بين المهدية وآسفي خلال صباح وظهر يوم الخميس القادم. وأشارت إلى أن فترة المد العالي للبحر سيتراوح بين 2 متر فاصلة 90 و3 أمتار فاصلة 90 يوم الخميس بين الساعة 3:30 والساعة 4 في الصباح الباكر، وبين الساعة 3:50 والساعة 4:30 ظهرا.